من القدرة الحاسوبية، فبيرتاح بطنه وبيطمن. وبيقول له النظام إن تم اكتساب لقب صياد الزنزانة المحترف، واللي يمكنه رفع المكافآت ل10 أضعاف، وبيتم حساب المكافآت. فبيخزن بطنه أسلحته مجددا، وبيكون بيرتعش من الخوف. وبيقول كنت خائفا حقا من الموت والعودة من البداية، ولسه عندي طريق طويل لقطعه، وكانت هذه مجرد عقبة صغيرة، ولكن قدمان مخضرتان بالفعل. وهنا بيقوله النظام إن تم حساب المكافآت، والخبرة المكتسبة هي 2 مليون و25 ألف تقريبا، و400 من كريستالات الزنزانة. اضربهم بقى يا صديقي في 10 أضعاف، فبيرتقي بطنه في المستوى وبيوصل للمستوى ال44. وهنا بيتم تفعيل مهارات الكي للمستوى ال40، وهي الكبح، وهي تقييد نقاط صحة الهدف، ولا تستهلك أي قوة معرفة. ومع رفع المستوى ترتفع معها مدة المهارة. والمهارة التانية هي مهارة العلامة، وهي وضع علامة على الهدف ويمكنك الإحساس به في أي مكان ضمن مسافة 1000 متر لمدة 10 دقايق، وتستهلك 50 نقطة معرفة. وهنا بيفكر ليو وبيقول ولكن كما يبدو إني هزمت وي شي هذه المرة، وأخيرا أنا في طريقي إلى القمة. وبيكون سعيد من ذلك وبيختفي من الزنزانة. وقتها بالله أخت ليو بتتدرب، واللي تمكنت من تدمير الحائط اللي قدامها، وقدرت تحصل على كي في سلاح الفأس، وبيفرحوا جدا من هذا. وبعدها بنشوف ويشي في انتظار بطلنا، لأن في اعتقادها إن هو هيموت نفسه. وبيعدي 6 ساعات ولسه موجودة في انتظاره، وبتدرك إنها خسرت، وبتقول إذن هل أنا خسرت؟ وهنا بتكلم العشيرة اللي هي فيها، وهي عشيرة العصر الجديد، وبتعرفهم إن بطلنا يمتلك كي الشفاء. وبننتقل في الأحداث لعالم يوان في المقر الرئيسي لعشيرة العصر الجديد في غرفة الاستقبال. وقتها بتوصل رسالة لزعيم العشيرة من وي شي، وبتقول فيها إن ليو يملك كي من النوع الداعم الذي كنت تبحث عنه. وبيقول الشخص الآخر عليك أن تعلم إن اللاعبين اللي يملكون كي نادرين جدا، واللي عندهم كي من النوع الداعم أكثر ندرة. ولو أردت مساعدتي في تصفية الزنازين في المنطقة البرية بالطبع يمكنني مساعدتك. وبنعرف إن اللاعب ده اسمه وي جي بالمستوى ال45 مع سلاح الكي وهو القبضة، ونوع الكي هو الحيوية. وقتها بيقوله وي جي إليك سعري 10 آلاف لكل زنزانة. فبيقوله الشخص الآخر لا مشكلة، وبيغادر وي شي من غرفة الاستقبال. وبعدها بيشوفه شخص وبيقوله أخي كيف جرى الأمر مع عشية العصر الجديد؟ رائعون وممتنون صحيح؟ وسمعت إن هما كانوا بيدوروا في كل الإنترنت لإيجاد لاعب لديه كي من النوع الداعم، ولكن بيكون ويجي متعصب وبيكسر العمود، وبيقول بكل انزعاج أيوة كل شيء جرى على ما يرام، و10 آلاف عملة لكل زنزانة. فبيقوله زميله وهو متفاجئ لقد حققنا بالفعل خطوتنا الأولى، ولكن لماذا ما زلت غاضبا؟ بيقوله ويجي أنا منزعج لأني مش الشخص الوحيد المميز، وأنا مش اللاعب الأول والوحيد الذي يملك الكي. وكيف سأنجز خطتي الآن؟ وكيف سأتمكن من الوصول إلى المركز الأعلى في عشيرة العصر الجديد؟ وبننتقل في الأحداث للعالم الحقيقي في منزل ليو، وبيكون قدامه ورقة مكتوب عليها سلطة القدرة الحاسوبية. وبيفكر ليو مع نفسه وبيقول سلطة القدرة الحاسوبية وماذا يعني ذلك؟ ومما عرفته سابقا يجب أن تكون سلاحا أو قوة من نوع ما، والحصول على تصفية مثالية في الزنازين يجب عليك تحقيق العديد من الشروط الصعبة، ويجب أن يوجد أي دليل مميز. وما الذي سيحدث إذا وصلت القدرة الحاسوبية ل100%؟ وما علاقة سلطة القوة الحاسوبية بالاختبار؟ وما هي الصلة بينهما؟ الكثير من الأسئلة، وأنا أشعر بأنها مهمة جدا من أجل مستقبلي، ولكن لا يهم. لنأخذ حماما أولا وبعدها سأفكر. ولكنه لما بيذهب بيلاقي قدامه هنيان تشو، فبتقوله هنيان تشو مرحبا أخي، وهنا يبتسم لها ليو. ولما بتمشي نيان تشو بيقول ليو بالمناسبة من أول ما بدأت نيان تشو في العيش معانا أصبح المنزل يفوح برائحة ظريفة دائما. وبيقول بكل إحراج إنها رائحة فتاة جميلة، ولكن بيضرب نفسه وبيقول أنا بفكر في إيه ويجب أن أستحمى بسرعة وبعدها استعد للخطوات الأولى. وبننتقل في الأحداث لعالم يوان في محل الأسلحة، وبيفكر ليو وبيقول أنا حاليا في المستوى ال44 وأحتاج إلى 16 مستوى كي أصل للمستوى ال60.
ولو استخدمت الطرق العادية فهيتطلب مني الأمر زنزانتين لكسب مستوى واحد، وده معناه إني محتاج ل32 زنزانة وحوالي 20 يوم لأحقق هدفي، بينما عالم يوان هيهبط بعد 22 يوم، وهذه هتكون مخاطرة. ولو وقع أي حادث على الأغلب لن أصل لمستوى ال60، والحصول على معدات سليمة هي مشكلة أيضا. وبيشوف كريستالات الزنزانة الحالية وبتكون 11021، وبيفكر وبيقول إن في عالم يوان في طريقتين للحصول على أدوات جيدة. الأولى هي استعمال الكريستالات الزنزانة لصنعهم عند الحداد، والتانية هي استعمال الكريستالات لرفع مستوى الأدوات ذات الدرجة المنخفضة، وفي العادة هذه هي الطريقة الوحيدة. وحاليا لدي 11021 كريستال زنزانة و6750 حصلت عليهم من تصفية الزنازين، و4271 حصلت عليهم من إعادة تدوير الأدوات التي لا أحتاجها. وبيقوله النظام: هل تريد صنع سلاح بالمستوى 40 من الدرجة الأرجوانية؟ ويتطلب ذلك 650 كريستالة، وهل توافق أم ترفض؟ وهل تريد تطوير الأدوات إلى المستوى 40 من الدرجة الأرجوانية؟ ويتطلب ذلك 400 كريستال زنزانة. فبيفكر ليه مع نفسه وبيقول إنه لسه محتاج ل3 أدوات، وهي خوذة وكلادة وخاتم، ولتطوير جميع معداته الحالية إلى المستوى 40 هيحتاج إلى 5550 كريستال زنزانة. وبيقول له النظام إن تطوير أداة بالمستوى 40 من الدرجة البنفسجية إلى المستوى 50 من الدرجة البنفسجية هيتطلب 700 كريستال زنزانة، ولتطوير أداة بالمستوى 50 من الدرجة البنفسجية إلى أداة بالمستوى 60 من الدرجة البنفسجية هيتطلب 1100 كريستال زنزانة. فبيفكر ليو وبيقول إن بعد تطوير كل معداته إلى المستوى 60 هيحتاج إلى 16129 كريستال زنزانة، وده معناه إن عليه تصفية الزنازين بالمستوى 40 أو أعلى على الأقل 40 مرة. وبأخذ كل هذا في عين الاعتبار، الطريقة المضمونة لأحقق هدفي هي الحصول على مكافآت حالة الجحيم مرة أو مرتين بعد. ولكن مين اللي استهدفه هذه المرة؟ وهنا بتظهر له رسالة. فبيستغرب ليو لأنهم بيجوا على الاسم، وبيقول مين اللي أرسلها؟ انتظر، هذا الشعور مألوف. ومن قبل عندما واجهت مشكلة تلقيت رسالة أيضا، ولماذا أشعر أن الموقف يتكرر؟ ولما بيفتح الرسالة بيلاقي قائد عشية العصر الجديد بيسأله لو كان متاح لنحظى بمحادثة. فبيتفاجئ ليو وبيقول وهو مستغرب: قائد عشية العصر الجديد؟ وبيفتكر ليو لما كان في حياته السابقة وقتها في شخص كان بيضربه، وبيقول لماذا تضم مع عشية العصر الجديد؟ كمامة زيك انقلع، وقائد العشيرة سيصل قريبا. وبيفكر ليو وبيقول إن في حياته السابقة بعد هبوط عالم يوان عشية العصر الجديد كانت إحدى العشائر اللي سيطرت على الصين، وعرفت على أنها واحدة من أقوى العشائر في العالم، وكانت مليئة بالنخبة واللاعبين الأقوياء. والعشيرة دعمت اللاعبين النخبة واللاعبين العاديين اللي يمتلكون بعض المهارات الخاصة أو القدرات المميزة. وبالنسبة للاعبين منخفضين المستوى والبشر العاديون بدون حالة اللعب اضطروا أن يعيشوا حياتهم يتعرضون للتنمر والتعذيب والذل. وبكون أحد اللاعبين منخفضين المستوى في حياتي السابقة كنت أكره عشية العصر الجديد، ولكني لست ذلك اللاعب الضعيف بعد الآن. وفي المحادثة الخاصة بيقول ليو لزعيم العشيرة واللي ملقب بلهيب النار: ما الأمر؟ بيقوله لهيب النار: أنا أجمع مجموعة من اللاعبين بشكل خاص لتصفية زنزانة في المنطقة البرية، وفريقنا ينقصه لاعب يملك كي من النوع الداعم. وسمعت من صديقي إن لديك كي من النوع الداعم، لذا عايز أدعوك لتنضم لفريقي، وعرفني لو كان عندك أي شرط، ولو كان باستطاعتي هفعل كل ما بوسعي لجعلك راضيا. بيقوله ليو: ينقصكم شخص يملك كي من النوع الداعم، وانت تعني ان لكل اعضاء الفريق الاخرون يملكون الكي؟ بيقوله لهيب النار: ايوه هذا صحيح. بيفكر ليو مع نفسه وبيقول ان جميع اعضاء الفريق لديهم كي، والقوة القتالية للفريق ستكون. وبيقوله لهيب النار: سيكون هذا الفريق واحد من اقوى الفرق في عالم يوان. بيقوله ليو: لماذا نتوجه للمنطقة البرية؟ ومع هذه القوة يمكننا التجول والسيطرة بشكل كامل على الزنازين ساحة سد منطقة الفوضى المنظمة أو منطقة الفوضى المضطربة. بيقوله لهيب النار: لدي أسبابي الخاصة للذهاب إلى المنطقة البرية. فبيقوله ليو: أعطيني بعض الوقت لأفكر، سأعطيك الإجابة بعد قليل.
بيقوله لهيب النار: حسنا. وهنا بيفكر ليو مع نفسه لو كان يذهب أم لا، وبوجود لاعبين أقوياء هكذا مفيش أي فرصة لأحصل على مكافآت حالة الجحيم، ولكن اكتساب نقاط الخبرة من تصفية الزنازين مع هذه المجموعة ستكون بكل تأكيد أسرع من أي فريق عادي. ولكن لماذا يريد الذهاب إلى المنطقة البرية؟ ومن المنطقة البرية وما يليها لا يوجد بوابة مكانية لتنقلنا مباشرة إلى الزنزانة، وجميع الوحوش هناك مستواهم فوق المستوى 70، وكل وحش يمكنه القضاء على فريق صغير. ولكنه بيقول لا تهتم، لنركي المعدات أولا. وهنا بيصنع المعدات وبيرقيهم، وبيكون معه أدوات قلادة الحارس وربطة الرأس المستيقظ وجاكيت الصقيع المعزز ورداء القتال السريع المعزز وقفازات المعركة وحذاء القتال السريع المعزز، وبيراقي جميع المعدات. وبيكون نقاط الصحة لدى ليو هي أكتر من 6000، وقوة الوعي 2034، والقدرة القتالية هي 102. وهنا بيقوله النظام إن القدرة القتالية تجاوزت 100، وهيتم ترقية من مقاتل متوسط المستوى إلى مقاتل رفيع المستوى، وساعتها هيتم رفع نقاط الصحة لأكتر من 8000، وقوة الوعي ل 2712. فبيفكر ليه وبيقول بكل سعادة مكافآت التعزيز من قبل النظام مذهلة للغاية، وارتفعت القوة القتالية بمقدار 30%، والآن معدل الوزن ازداد من 1 إلى 2، ولو استمرت برفع القدرات القتالية فهترتفع أكتر بعد. وما عدد النقاط المطلوبة 200 أم 1000؟ فبيفكر ليه شوية وبيقول بذكر هذا نظام القوة القتالية ظهر بالنظام بعد امتلاك الكي، وده معناه إن اللاعبين الآخرين اللي يمتلكون الكي لديهم على الأغلب تعزيزات مشابهة لإحصائياتهم. وإذا كان كذلك، هل قائد عشية العصر الجديد وبقية أعضاء الفريق لديهم نفس القوة القتالية خاصتي؟ والانضمام لهذا الفريق يعني 10 مني يصبحون فريق لمهاجمة زنزانة المنطقة البرية، وعلى ما يبدو يجب عليه الذهاب لزنزانة المنطقة البرية. فبيكلم ليو لهيب النار وبيقول له سأنضم، ولكن لدي بعض الشروط. بيقول له لهيب النار: خيار حكيم، ولن نسيء معاملتك، وفي لاعب آخر يملك كي داعم آخر في هذا الفريق، وهنمنحك نفس المبلغ اللي هندفعه له، وهي 10000 لكل زنزانة. فبيقول ليو بكل صدمة: ما الذي يعمل به زعيم عشية العصر الجديد؟ ولماذا لديه الكثير من المال؟ على أي حال هذا جيد لي، والآن يمكنني تأمين نقود أكتر لشراء الطعام. وبيقوله ليو: حسنا، ولكن عايزك تدفع لي بعد كل زنزانة. بيقوله لهيب النار: بالطبع لا مشكلة. وبيكون لهيب النار سعيد فبينضم ليو للفريق، وبيقول لهيب النار في المحادثة الجماعية: مرحبا بالعضو الأخير في فريقنا. فبيقوله ويجي: إذن هذا هو اللاعب التاني الذي يملك كي من النوع الداعم. بيقوله ليو: مرحبا. بيرد عليه ويجي وبيقوله: هاي، لنعمل بجد لدعم الفريق. بيقوله ليو: طبعا. وهنا بيقول لهيب النار لليو: تعال إلى الجانب الشمالي من المدينة. فبيفكر ليو وبيقرر يخفي الخوذة والأدوات المهمة، وهستخدم المسدس العادي في البداية، وهستخدم حكم البندول فقط في الحالات الطارئة لأنه يحتاج وقت لإعادة التعبئة، وسأضع الكاتنة على ظهري وده هيعطيهم انطباعا عني وسيعمل كتمويه. وفي مدينة موشو الجانب الشمالي بيكون الفريق متكون من قائد الفريق وهو لهيب النار بالمستوى 50، وده المحب اللحم بالمستوى 50، والنسر الجارح بالمستوى 50، والقبضة العظيمة بالمستوى 50، ووحش السيف بالمستوى 50، والشعر المجعد بالمستوى 50، والمحارب المخضرم بالمستوى 50، وويجي بالمستوى 45، وليو بالمستوى 44. ولما بيوصل ليو لعند الفريق بينظر جميع الفريق له وبيلاحظه ويجي، فبينادى عليه وبيقول له: هو أنت ليو؟ أنا ويجي الذي قال لك مرحبا في المحادثة. فبيقول له ليو: أهلا. وبيقول لهيب النار: بما إن الجميع هنا هيا لنتحرك. وبعدها بيقول لهيب النار لليو إنه يعرض مهاراته قبل الذهاب لمنطقة البرية، وهذه أول مرة يكون في الفريق لاعب يملك كي من النوع الداعم، لذا هذا هيساعدنا في وضع خطة للهجوم، وبهذا الشكل ستسير الأمور بسلاسة. وهنا بيفكر ليو وبيقول إن زعيم عشية العصر الجديد هو واحد من زعماء العشائر الذي سيكون في الصدارة بعد هبوط عالم يوان. فبيقول له لهيب النار: استخدم مهاراتك عليا سواء كانت معززة أو مضعفة. وهنا بينظر ليو ويجي لبعض وبيفكر ليو وبيقول نوريه مهاراتنا وهو عايز يشوف بطاقتنا الرابحة. فبيقول ويجي:
دعني أبدأ أولا. وهنا بيبتسم لبطلنا وبيقول سيسكون بنا أكثر لو شافوا مدى قدراتنا. فبيقول ليو حتى ولكن بيروح ويجي لعند لهيب النار. فبيقول ويجي أنا وأصدقائي الذين يملكون كي جربنا هذا من قبل، ومهارات الكي تخلق مسافة تعتمد على مدى هجوم السلاح، وبما أن سلاحي هو القبضتين فمدى هجومي هو حوالي متر ونص، لذا أنا أحتاج من هدفي أن يقترب إلي وإلا لا يمكنني استخدام مهاراتي، وهي أيضا أكبر عيوبي بالفعل. فبيقوله لهيب النار أيوة، ومدى المهارة يعتمد على السلاح الذي هستعمله وشكل الكي الخاص بك. فبيتفاجئ ليو من هذا الكلام وبيقول ماذا؟ أنا لم أكن أعلم هذا، وسلاح الكي الخاص به هو القبضة ومدى مهاراته هو حوالي متر ونص، أما أنا فسلاح الكي الخاص بي هو المسدس، وما هو طول مدى مهاراتي 100 متر أو 200 متر. وكيف لم ألاحظ هذا من قبل وأنا كنت أستعمله كلما أردت ذلك؟ وإذا كان الأمر كما يقول ألا يعني هذا إني قوي جدا بشكل سخيف؟ وهنا بيقول وي جي وهو بيستعمل مهاراته على لهيب النار. مهارتي الأولى هي شفاء الكي، ومهارتي التانية هي لعنة الكي، ويمكن استعمالها على الوحوش من رتبة القائد، ويسبب تأثيرات زي الضعف والشيخوخة والبطء والعمى والشل والسم وإلى آخره. ومهارتي السادسة هي الصمت، واللي يمكنها تعطيل مهارات أي هدف حتى لو كان وحش من رتبة قائد. وهذه المهارات الثلاثة يجب أن تكون كافية لدعمكم يا رفاق. أما بالنسبة للرابعة سأبقيها مخفية كبطاقة رابحة، وأتمنى أن تتفهموني يا رفاق. بيقولوا لهيب النار بالتأكيد. وهنا بيفكر ليو وبيقول إن هو عرض فقط المهارات المفيدة للفريق، وهو على الأغلب يستخدم 3 مهارات كي بالعادة، بينما يحتفظ بمهارة رابعة نادرة كبطاقة رابحة، وأعتقد إنه شخص منطقي. وبعدها بيقول ليو للهيب الروح سلاح الكي خاصتي هو الكاتانا، ومدى مهارتي هو حوالي 3 أمتار، ومهارتي الأولى هي نفس مهارة وي جي شفاء الكي، ومهارتي التانية هي المباركة، والتالتة هي السجن التقييد. ودعوني أوريكم يا رفاق. وهنا بيستخدم التقييد على لهيب النار وبتختفي بعدها. وهنا بيقول ليه السجن والذي هو التقييد، واللي يمكنه تقييد الهدف لمدة 10 ثواني، ولكن لا أعرف إذا كانت تعمل على الوحوش من المستوى القائد، ولم أجرب ذلك من قبل. والمباركة يمكنها تعزيز إحصائيات الهدف وتزيل أي تأثيرات سلبية أو مهارات مضاعفة، من ضمنها مهارة السجن اللي أظهرتها للتو. أما المهارة الرابعة سأبقيها كبطاقة رابحة أيضا. وهنا بينظر ليو لوي جي ويبتسم وبيقول لهيب النار وهو بيفكر لقد فهمت تقريبا كما أن مهاراتكم عملية، ومع هذه المهارات القوة القتالية للفريق هتكون خرافية. وبعدها بيقول للفريق إخواتي في المرة السابقة كان ينقصنا لاعبين يملكون كي من النوع الداعم، وكنا نعلق دائما على أطراف المنطقة البرية، ولكن دلوقتي لدينا لاعبين لديهما كي من النوع الداعم معانا هذه المرة، وعلينا الذهاب لأعمق نقطة في المنطقة البرية وتصفية الزنزانة المخفية. فبيتحمس الفريق وبيقول أيوة هيا بنا. وهنا بيفكر ليو مع نفسه وبيقول إن المنطقة البرية مختلفة تماما عن منطقة الفوضى المضطربة كثيرا، وعلى الرغم من مكافآت الزنزانة في المنطقة البرية أكبر بكثير، ولكنها أيضا أكثر صعوبة والخطر فيها على مستوى آخر. ولماذا لهيب النار مصر جدا على الذهاب إلى زنزانة المنطقة البرية؟ وما هي الأسرار المخبأة هناك؟ وبعدها بيقول ويجي لليو هيا أسرع ولا تتخلف عنا. وهنا يبتسم ليو وبيقول له أنا قادم. فبيبتسم ويجي لليو، ولكن بعدها بيفكر وبيقول وهو بينظر لليو بنظرة كلها شر وحقد أنا الأول والوحيد، وعندما تكون الأشياء أكثر قيمة سأجد طريقة لقتلك وجعلك تنطلق من الصفر. حينها سأصبح اللاعب الأول والوحيد الذي لديه كي من النوع الداعم. وبننتقل في الأحداث لعند المدخل في المنطقة البرية. وبيقول لهيب النار المنطقة البرية ومنطقة الفوضى المضطربة مختلفان جدا، وصعوبة ساحة سيد المنطقة البرية تتركز على عدد اللاعبين. لهذا السبب أنشأت فريقا من 10 أشخاص فقط لدخول المنطقة البرية، ولكن كل الوحوش هنا من المستوى 70، لذا يجب ألا تخفضوا حذركم أبدا. وأيضا قتل الوحوش البرية لا يمنحنا مكافآت ولا تسقط منها أي أدوات، وعلينا تجنبها قدر المستطاع، وإذا لم تتمكن من تجنبه حاول إغراءه لمكان آخر حتى لو كان علينا التضحية ببعض الأعضاء. فبيسكت الجميع شوية ولكنهم بينطلقوا
وبينطلق بعدهم ليو وبينزلوا في مكان مظلم وبيكون فيه بارك. وبيمشي الفريق شوية ولكن بيظهر وحش، وهنا بيقول لهيب النار لليو: تذكر أن تتجنب الوحوش إذا أمكن، لنذهب إلى منطقتنا الآمنة الأولى. وبينطلق الفريق، فبيذهب خلفهم وحش، ولكن بيأتي وحش آخر ضخم عملاق وبيقتل الوحش الأول بكل سهولة. وبيذهب الوحش العملاق نحو الفريق، فبيلاحظوا شخص من الفريق وبيقول: ما ذلك الصوت؟ ولما بيشوف الوحش بيقول للهب النار: يا قائد، نمر الموت الحقير لاحقنا، وما الذي يجري؟ وإيه اللي بيحصل؟ ونحن للتو آتينا. وفجأة بدأ وحش فتاك بملاحقتنا بالفعل. فبيقول القائد: سنحاول تضييعه. وبيتحركوا بسرعة خاطفة وبينعطفوا كثيرا في المكان. وهنا بيسأل ويجي لاعب لو كان هذا الوحش قوي جدا. بيقوله اللاعب إن عشيرتنا أرسلت 10 فرق إلى هنا لجمع المعلومات، وأكثر من نصهم ماتوا وقتلوا بين يديه. وهنا بيقرب الوحش من الفريق، فبيقول القائد: النسر الجارح اسحبه بعيدا. وفعلا بيقف النسر الجارح وبيستخدم مهارة الاستفزاز واللي يمكنه إجبار الهدف على ملاحقة المستعمل لمدة دقيقة فقط. وعندما يكون الهدف تحت تأثير التهكم، وهي الاستفزاز يعني، تقل سرعته وقوة هجومه بمقدار 10. فبيتأثر الوحش بالمهارة وبيلاحق النسر الجارح اللي بيذهب بعيدا عن الفريق. فبيلاحظ ويجي الأمر وبيقول مع نفسه: إذا كان ذلك الوحش حقا بنفس القوة التي يتكلمون عنها، حينها يمكن. وهنا بينظر لليو وبعدها بيقول: يمكنني استغلال هذا الموقف. وهنا بيستخدم عليه مهارة العلامة، وهي وضع علامة على الهدف، ويمكنه الإحساس بوجود الهدف ضمن مسافة 1000 متر لمدة 10 دقايق. وهنا بتلاحظ جميع الوحوش العلامة وبتذهب بسرعة خاطفة نحو ليو، وأيضا النمر العملاق بيتجه لليو. فبيقول النسر الجارح: غريب، لماذا توقف عن ملاحقتنا؟ وهنا بيجري ليو والوحوش بتهجم عليه، فبيتفاجئ من ذلك وبيكون مستغرب. وبيقول للفريق وهم متفاجئين: هو ايه اللي بيحصل؟ وما الذي يجري؟ ولماذا أصبح ليو فجأة مستهدفا من قبل جميع الوحوش؟ وهنا بينظر القائد لويجي وبيشوفه هو سعيد من ذلك. فبيقول القائد وهو بيتحرك بسرعة خاطفة لإنقاذ ليو: أنتم يا رفاق، اذهبوا لوجهتنا المتفق عليها أولا، وأنا سأحاول إنقاذ ليو. فبيقول الفريق: أيها القائد. فبيقول ويجي مع نفسه: هل قائد عشيرة العصر الجديد مغفل؟ وحتى لو ساعدناه جميعا سيكون من المستحيل إنقاذه مع تلك الوحوش. وبيقول للفريق: لابد أن القائد لديه خطة، لذا أسرعوا لنصل إلى المنطقة الآمنة، ولو فضلنا هنا قد نجذب المزيد من الوحوش. وهنا بيلاحظوا انهيار قادم نحوهم. فبيقول شخص من الفريق: هل هذا النمر الموت الحقير؟ وهنا بيهرب الفريق بسرعة وهما بيقولوا: لنذهب، ولا يمكننا البقاء هنا. وقتها بيكون الزعيم العشيرة قلق على ليو وبيقول: لا تمت. وبيهجم عليه الوحش، ولكن بيهجم القائد عليه، ولكن لم يتأثر الوحش من هذا الهجوم. وبيقول القائد بكل صدمة: يا له من دفاع لا يصدق. وهنا بيهجم الوحش على القائد، فبيتراجع القائد للخلف، ولكن بتهجم جميع الوحوش على ليو. فبيقول القائد بكل صدمة: العديد منهم ربما من المستحيل إنقاذه. ولكن بيظهر شعاع من الضوء من وسط الوحوش، وبيتفاجئ القائد جدا لما بيشوف ليو لسه عايش ولم يتأثر من هجمات الوحوش. وقتها بيكون ليو مستخدم ضبط النفس والتقييد، وبيعيد نقاط صحة الهدف وتقييد حركات الهدف لمدة 10 ثواني، ولا تتطلب نقاط قوة الوعي. وكل ارتفاع 10 مستويات ترتفع معها تقييد الحركة بمقدار 1. وهنا بيظهر إشعار من النظام باستعمال ضبط النفس لمدة 10 ثواني، وبيأتي إشعار آخر باستهلاك 2712 من قوة الوعي لرفع جميع الإحصائيات بمقدار 1406. ونقاط الصحة المتبقية هي 5036. وبعدها بيفعل ليو المباركة لاستعادة الحركة وإزالة العلامة اللي وضعها ويجي عليه. وبعدها بيستعمل قوة المعرفة لرفع هجومه القادم بمقدار 50%. وهنا بيهجم ليو بهجوم ساحق ومدمر على جميع الوحوش من حوله. وهنا بيظهر النمر العملاق وبيهجم بسرعة خاطفة على ليو، ولكن بيمسك ليو مخلبه قبل الوصول للهجوم له، فبيتأثر من ذلك، ولكن بيمسك سلاح البندول وبيستخدم الشلل. وبعدها بيستعمل قوة المعرفة لرفع قوة الهجوم القادم بمقدار 50%. وبيهجم ليو بسلاح البندول على الوحش بطلقة نارية في راسه، فبينهار المكان وبيسقط الوحش بعدها ميتا وبيختفي. وقتها بيقوله النظام:
مهارة ضبط النفس في سكون، ومدة المباركة هي 50 ثانية. زعيم العشيرة مصدوم يا صديقي من كل اللي حصل، وبيقول كيف يكون هذا لاعب يملك كي داعم. وبعدها بيذهب ليو لعند القائد وبيقول له هيا لنذهب. وفعلا بينطلق ليو بسرعة خاطفة، وبيكون القائد لسه مصدوم، ولكن بيفوق نفسه وبيقول لليو انتظرني، وبينطلق خلفه بسرعة. وبننتقل في الأحداث إلى المنطقة البرية عند مدخل زنزانة عشوائية. وقتها بيكون الفريق في أحد المباني، وبيقول شخص منهم أتساءل ما الذي حدث لقائد العشيرة. فبيقول الآخر أنا لا أتجرأ حتى على إرسال رسالة له كي لا أشتته. فبيقول الآخر أيوة وأنا أيضا. ولكن بيقول ويجي هل علينا الاستسلام الآن والعودة لمهاجمة الزنزانة في وقت آخر؟ وما تلك الأعداد من الوحوش، ومن المستحيل أن ينجو أي لاعب من ذلك. فبيقول اللاعب الآخر إن قائد العشيرة وليو لم يموتوا بعد، ونقاط صحتهم لم تنخفض. بيقول له ويجي على الأغلب هم يستعملون مهارة من نوع ما عشان يفضلوا على قيد الحياة في الوقت الحالي، وأنا لا أفهم كيف جذب ليه كل تلك الوحوش نحوه. يا له من لاعب عديم الفائدة. وقتها بيكون في لاعب متعصب جدا، وهنا بيتفاجئ اللاعب من الفريق لما يلاقي إن موقع قائد العشيرة وليو خارج المنطقة الآمنة مباشرة على الخريطة. فبينصدم ويجي من ذلك، وبيفرح الفريق من هذا الأمر. وقتها بيقول ويجي تبا ربما جذبوا الوحوش لهنا، استعدوا للمعركة. وفعلا بعد فترة بيكون منتظرين أي شيء، وبيكونوا على أهبة الاستعداد، ولكن بيقولوا هذا مستحيل، ولم نسمع أي أصوات للوحوش في الخارج. ولكن بيفتح القائد وليو الباب، فبيفرح الفريق. وقتها بيقول ويجي مع نفسه هم كيف هم حقا نجوا وعادوا قطعة واحدة. تبا قائد عشيرة العصر الجديد متطفل للغاية. وقتها بيقول الفريق وهم مندهشين قائد أنت مذهل للغاية، وأنت أنقذت ليو من موقف بهذه الخطورة. فبينظر القائد لليو، ولكن ليو لم يعطي أي رد فعل، وبيجلس على الصخرة. وبعدها بيقول لهم القائد توقفوا عن المديح، هنرتاح هنا 10 دقائق وبعدها هنهاجم الزنزانة خارج المنطقة الآمنة. وهنا بيوافق الفريق وبيتحمس من ذلك. وقتها بيبص ويجي على ليو وبيذهب لعنده وبيقول له هاي ليو ازاي عرفتم تهربوا من تلك الوحوش؟ ولابد انه كان مشوقا، اخبرنا عنه. فبينظر له ليو وبيفتكر لما قالوا النظام في اشعار ان المباركة مفعلة وتم استعادة الحركة والعلامة تم ازالتها. وهنا يبتسم ليو وبيقول لويجي انت قصدك انك عايز تعرف ازاي خطتك فشلت؟ وهنا يرتعش ويجي من الخوف، ولكنه بيداري توتره وبيقول له انت بتتكلم على ايه؟ انا مش فاهم ولا مصلحة لي في ذلك. ولكن بيقول له ليو انت ما اتعلمتش مهارة المباركة، وربما انت لا تعلم ان المباركة تزيل كل المخفضات والتأثيرات السلبية، وهذا يشمل ايضا العلامة اللي استخدمها عليه. فبينصدم ويجي وبيكمل ليو كلامه وبيقول والعلامة هي مهارة الكي الرابعة لك، وفي هذا الفريق أنت الوحيد كمستعمل كي من النوع الداعم الذي يمكنك استخدامها. ولأكون صريحا قبل دخول المنطقة الآمنة كنت أفكر فيما إذا كنت هقتلك أم لا، ولكن عندما أتيت لتكلمني لاحظت شيئا، إذا كنت لا أزال أكرهك في مثل هذه الظروف، وهذا يعني أن عزمي ضعيف ومنكوس، وهناك حل واحد لتقوية عزمي. وهنا بيمسك ليو سلاح البندول وبيوجه السلاح نحو ويجي. فبيقول له ويجي بأعلى صوته نحن زملاء بالفريق ولسنا أعداء، ولماذا تحاول قتلي؟ فبينتبه الفريق للأمر، وبيقول ويجي مع نفسه وهو يبتسم بخبث مغفل انت عايز تخلص عليا بسلاح بعيد المدى؟ يا لها من مسحة. ولكن الآن يمكنني استغلال الموقف وقلب الفريق ضدك. وبالنسبة لمهارة العلامة غيري أنا وأنت من سيعلم بها، ولا يمكنك إثبات تهمتك علي بأي حال. حتى لو كنت قد تعلمتها وأظهرتها للجميع سأقول فقط إنك تمثل لتوقع بي. وهنا بيقول لاعب من الفريق لليو ما الذي تحاول فعله؟ ولكن القائد لم يظهر أي ردة فعل، وبيقول له ويجي أنا فقط سألته إزاي يعرف يهرب من كل تلك الوحوش التي كانت تهاجمه، ولكن بدل ما يعطيني إجابة وجه المسدس نحوي. وبيقول لقائد العشيرة انظر لهذا أي نوع من الزملاء الفريق هو. وبيقول على ليو هل يمكن لأن أنا أيضا
أملك كي من النوع الداعم، وعشان كده أنت عايز تقتلني؟ وساعتها هتكون اللاعب الوحيد الذي يملك كي داعم في الفريق، وساعتها قائد العشيرة هيوافق على كل شروطه من أجل تصفية الزنازين في المنطقة البرية. أحسنت، يا لها من خطة، أنت خبيث وشرير. وبيقول القائد: انظر إليه، وهل ترى كم هو حسالة، وهو لا يستحق البقاء في هذا الفريق. قائد العشيرة، قبل ما ندخل الزنازين المنطقة البرية لازم نلاقي عضو تاني غيره في الفريق، لأن هذا النوع من الناس خطيرون جدا، وأنت لن تعلم متى سيخوننا أو يغدر بنا. وبيقول لاعب آخر من الفريق: يا رفاق، إذا كان بينكما أي ضغائن انتظروا حتى نعود. وبيقول لليو: توقف عن الشجار هنا. ولكن بيقف القائد وبيقول لهم إن ليو خرج سلاح بعيد المدى وما خرجش سلاحه الرئيسي، وأيضا هو لم يصدر أي نية قتل، وهو يعطينا بعض الوجه بالفعل ويسمح لنا بحل هذا الموضوع. فبيصدم ويجي من ذلك وبيقول مع نفسه: هو ايه اللي بيحصل، ولماذا يبدو وكأن قائد العشيرة في صفه؟ وهنا بينزل قائد العشيرة سلاح ليو، وبعدها بيقول القائد: ودلوقتي بالنسبة لك. وهنا بيهجم على ويجي بسرعة خاطفة وبيمسك رقبته، وبيقول له القائد: لماذا تفتعل مشاكل غير ضرورية وتحاول الإضرار بعلاقتي مع ليو؟ فبيقول له ويجي بكل صدمة: قائد العشيرة، ما الذي تفعله؟ وبيفكر وبيقول: فقط كم يملك من نقاط القوة، ولا يمكنني حتى أن أزحزح رأسي. بيقول له قائد العشيرة: أنا واثق في ليو، وأنا واثق فيه أكتر منك. بيقول له ويجي: قائد العشيرة، ما تخلوش يخدعك، وليه هو الذي بدأ القتال وليس أنا، وعليك أن تستجوبه بدلا مني. بيقول له قائد العشيرة: ولكن أنا عارف إن ليس لديه سبب لفعل هذا، وأنا واثق في قوته، وهو لم يفعل شيء مثل هذا من أجل لا شيء، وأنا واثق إن هو لم يهاجم أعضاء فريقه. وهنا بيتحول القائد لشكله الدموي الأحمر وبيقول ويجي: لا، قائد العشيرة، لا يمكنك الوثوق به، إنه مخادع، ولم أفعل أي شيء خاطئ، ولا يمكنك أن تفعل بي هذا، وتم الإيقاع بي. ولكن القائد لم يستمع لكلامه وبيفعل مهارة افتراس الكي الدموي. فبيقول له النظام إن الافتراس الدموي هي القدرة على ابتلاع الهدف بسائل، وعندما يتم ابتلاع الهدف نقاط صحته هتقل بشكل متزامن مع انخفاض نقاط قوة الوعي الخاصة بمستعمل المهارة، والهدف لا يمكنه استعمال أي مهارة في تلك المدة، والمهارة يمكن تفعيلها لمدة دقيقتين في اليوم. فبشعر ويشي بشيء غريب، ولكن بيقول له: أنا مش هعترف حتى لو كنت أنا على خطأ، وسأقاوم حتى النهاية. ولكنه بيقول وهو داخل السائل: ما هذه المهارة بحق الجحيم؟ وبيكون عاجز عن الكلام، وهنا بتنخفض نقاط صحته تدريجيا حتى الموت وهو أمام ليو. وبعدها بيرجع القائد لجسمه الطبيعي، فبيشكره ليو على ذلك. وهنا يبتسم القائد، ولكنه بيفتكر لما كان ليو بيقاتل ويسحق الوحوش بقوة كبيرة، وبيقول لليو: إذا لم أفعل هذا أخشى إنك كنت أنت اللي هتقتلنا جميعا هنا. وبيقول لليو: هل أنت مهتم بالانضمام لعشيرة العصر الجديد؟ وأنت هتتعامل كأحد نخبة لاعبين العصر الجديد، وأنا قتلت وي جي كاعتذار وعايز أفتح صفحة جديدة معاك. فبينصدم الفريق من هذا الأمر، وبيقولوا هذه أول مرة القائد يدعو شخصا ما ويتم معاملته زي اللاعبين النخبة، وبيكونوا متفاجئين جدا من ذلك. ولكن بيقول له ليو: ما الذي يجب علي فعله في المقابل؟ وهنا بيتفاجئ القائد وبيقول له ان الناس بيسألوا عن الفوائد دائما. بيقول له ليو: هناك دائما سعر مرتبط بالفوائد، اخبرني ماذا سيكلفني، واذا كان السعر معقول سأفكر في الامر. وهنا يبتسم القائد وبيقول له: لا شيء، وعندما يأتي الوقت تفعل شيئا أنت لا تريد فعله ساعتها هقول لك ابقى خارج الموضوع، وكل ما تحتاج فعله هو التركيز على اللعبة، ولما تحتاجك العشيرة عليك أن تقدم المساعدة زي مستوياتك وأدواتك، ولكن بالطبع هندفع لك مقابلها بالمال وبعض الفوائد الأخرى. فبيقول له ليو: بعد تصفية زنزانة المنطقة البرية ستكون حالة الجحيم في النهاية، صحيح؟ وهنا بيتفاجئ القائد والفريق، ولكن بيقول له القائد: أنا فقط أعطي مثالا في حدوث ذلك النوع من الأشياء. بيقول له ليو: الوعود مجرد وعود، آسف، ولكن علي الرفض، ويمكنني الانضمام للفريق، ولكن لن أستغنى عن مستوياتي وأدواتي، ولن أخاطر بكل شيء على أساس أنت ووعودك. وهنا بينزعج الفريق وبيتعصبوا جدا، وبيقولوا بكل غضب:
إن المرتب الأساسي هو 200,000، وكل اللي هتعمله هو منح مستوياتك وأدواتك. وبيقول القائد: هذا مؤسف، ولكن وجودك في الفريق جيد كفاية. فبيقول له: ليو، شكرا على تفهمك. وهنا بيفكر وبيقول: إذا لم يكن لدي معرفة عن حياتي السابقة، وإذا لم أكن أعلم أن مستويات عالم يوان ومعداته مرتبطة بفرص نجاتي، وأن يتم دعواتي بشكل شخصي من قبل قائد عشيرة العصر الجديد، سيكون خيارا ممتازا. والأمر مؤسف بالفعل. وهنا يبتسم وبيقول: ولكن لا حاجة للشعور بالحزن، والقوة هي كل شيء. وقائد عشيرة العصر الجديد يحاول تجنيدي لأنه شاف قوتي واعترف بقدراتي، وإذا استمريت في رفع مستواي ورفع قوتي ولم أمت، المزيد من الناس ستأتي لتجنيدي. وقتها بيكون قائد العشيرة بيكلم شخص آخر في المحادثة. وقتها بيقول له شخص اسمه باي شو: محظوظ، لقد تمكنت من دخول المنطقة البرية، ودخلت في أول زنزانة مخفية، غشاء القدرة الحاسوبية. وغشاء القدرة الحاسوبية خاصتي هو 10%. ها أنا قادم. فبيقول له شخص اسمه شو: مبارك. وبيقول له كينج شو: تهانينا. ولكن بعدها بيقول باي شو: يا إلهي، هذا ضرب من الجنون، وأحد شروط التصفية المثالية لهذه الزنزانة الخاصة هو حالة الجحيم. والآن لم أفشل فقط في تصفية الزنزانة، ولكن أيضا كل أعضاء فريقي اللي أحضرتهم ماتوا. أتساءل كم من الوقت سأحتاج لتجنيد المزيد من الناس مرة أخرى. فبيتعصب القائد وبيقول: اللعنة، كما توقعت، أحد الشروط هو حالة الجحيم، ولكني لم أقدر على جعل لي يوافق على هذا الأمر، وقوته هي أقوى دعم لنا لتصفية الزنزانة، لذا يتوجب عليها جعله بيصفي. وقتها بيقول شخص اسمه شوان شو: على ما يبدو إن هدفنا هو نفسه، الذهاب للمنطقة البرية والبحث عن غشاء القدرة الحاسوبية. وبيقول كينج شو: على الأغلب هناك 50% من غشاء القدرة الحاسوبية، لنرى كم سيستطيع كل منا أن ينتزع منها. وبيقول باي شو: منطقة الفوضى المنتظمة ومنطقة الفوضى المضطربة يوجد بها 10% أيضا، وهل هتتنازلوا عنهم يا رفاق؟ فبيقول له كينج شو إن هذا المقدار قليل جدا ولا يستحق ذلك، وفي المنطقة البرية تصفية مثالية واحدة يمكنها أن تعطيك 10%، فلماذا تعطي منطقة الفوضى المنتظمة ومنطقة الفوضى المضطربة قدرة حاسوبية 1% فقط، مع أن الصعوبة هي نفسها؟ وبيقول شوان شو: على أي حال سأرسل بعض الناس للقتال من أجلها، وسيكون الأمر رائعا إذا حصلنا على البعض. وهنا بيفكر القائد وبيقول: للأمان فقط علي إحضار لاعبين أقوياء زي هدير الرعد إلى هنا، ولو تطلبت التصفية المثالية حالة الجحيم وفضل ليو رافضا هذا الأمر، عندها سأضطر إلى الاتحاد مع هدير الرعد والقضاء على ليو في النهاية. أنا فقط أتمنى ألا نصل لتلك النقطة. وقتها بيقول ليو إن بعد الانضمام لفريق النهج الجديد، أو ما يسمى يعني بالعصر الجديد، بدأنا بتصفية زنازين المنطقة البرية. ولاحظت أيضا أن القوة الحقيقية للفريق تتركز على أساس امتلاك جميع الأعضاء للكي، وقلب الدفاع هو دان محب اللحم، ومساند الدفاع هو قائد عشيرة العصر الجديد لهيب النار، والداعمين المسيطرين هو النسر الجارح والقبضة العظيمة، والمهاجمين المساندين هو وحش السيف والشعر المجعد، وقلب الهجوم هو المحارب المخضرم في هذا الفريق. وكل شخص يلعب دورا مهما في هذا الفريق. وقتها بيكونوا في معركة مع أحد الوحوش، وبيقول ليه وهو بيفكر: بفضل العمل الجماعي للجميع تصفية زنزانة من المستوى 50 أخذت 4 ساعات فقط، والآن نتعمق ببطء في أعماق المنطقة البرية، وأعداد الزنازين اللي بنصفيها في تزايد مستمر. وفي نهاية اليوم الرابع لما صفينا الزنزانة ال12 وصلت للمستوى 50 بالفعل، وتم تفعيل مهارة الكي المستوى 50. والمهارة بتكون إعادة ضبط السكون، وهي تعيد ضبط سكون جميع المهارات الهدف ولا تستهلك أي نقاط وعي، مع فترة سكون 12 ساعة. ومهارات المسح واللي يمكنها مسح 1000 متر حول المستخدم، وقادرة على تحديد الموارد والكائنات الحية واللاعبين الآخرين، وتستهلك 1000 نقطة من قوة الوعي كل ثانية استخدام، وملهاش أي وقت سكون. ومع كل ارتفاع في المستوى 10 مستويات ترتفع المنطقة الممسوحة بمقدار 100 متر. وبعد 3 أيام من وصولي للمستوى 50، وهو اليوم السادس من دخولنا المنطقة البرية، الفريق وجد أخيرا الزنزانة الذي يبحث عنها القائد، وبيكونوا قدام زنزانة سرية في المنطقة البرية. وبيقول ليو: بسبب موت وي جي المكان العاشر الفارغ ينتظر،
ليتم ملئه من قبل شخص ما. وحتى الآن قائد عشيرة العصر الجديد أضاف عضو فريق للمكان، وهنا بيظهر الشخص ده وبيقفز قفزة عالية، وبنعرف إن هو هدير الرعد بالمستوى 56. وقتها بيفرح الفريق كله وبيقولوا كابتن لقد وصلت أخيرا. فبيقول لهم هدير الرعد: أيوة، أنا أخبرتكم يا حفنة من الضعفاء إني لا يمكنكم فعلها بدوني. والفريق مصدوم من كلامه وإنه مغرور جدا. وبعدها بيقول هدير الرعد القائد العشيرة: أنا أقصدك بالحديث أيضا أيها القائد. ولكنه بيقول: كلا، أقصد إني أستثنيك منه. ولكن لم يهتم القائد لكلامه ومش بيرد عليه. وقتها بيفكر ليه وبيقول: إذا هذا هو هدير الرعد، ولكن ما مدى قوة هذا الشخص وما هي قوته الأصلية؟ وهنا بينظر هدير الرعد لليو وبيذهب لعنده وبيسأله لو كان هو ليو، وبيقول له إن القائد أخبره إنك قوي جدا وقادر على الوصول ل1% من قوتي الكاملة. فبيصدم القائد وأعضاء الفريق من كلامه، وبيفكر ليه وبيقول: فقط 1% من قوته الكاملة؟ هكذا تظهر كم أنت شخص مغرور. ولكن أتمنى أن تستطيع سحب كلامك عندما يحين الوقت. فبينادي القائد بصوت عالي على هدير الرعد وبيقول له: يكفي. وبيتأسف القائد ليو عن اللي حصل من شوية، وبيقول له إن هدير الرعد سليط اللسان ومغرور بعض الشيء، ولكنه لا يقصد أي شيء سيء. وهنا بيكلم هدير الرعد القائد وبيقول له: يا قائد، إنه مجرد لاعب داعم، ولا داعي للقول إن قوته القتالية هي 1% من قوته الكاملة فقط، إنه عديم الفائدة. وهنا بيأمر لهيب النار بسرعة الفريق بأخذه لداخل الزنزانة السرية أولا. وفعلا بيمسك الفريق هدير الرعد وبيدخلوه الزنزانة بسرعة. وبيقول القائد: لماذا اخترت شخصا زيه ليكون شعارا للعشيرة؟ وبنظر على بوابة الزنزانة وبيقول إن الزنزانة السرية لون المدخل لوحده يخبرنا إنها هتكون زنزانة مختلفة عن جميع الزنازين الأخرى. وهنا الاتنين بياخدوا نفس عميق في نفس الوقت. وبيقول قائد العشيرة ليو: هدفي الرئيسي هو القدوم لهنا وتصفية هذه الزنزانة السرية، وأوعدك لو اتبعت تعليماتي وصفينا الزنزانة، مش مهم ايه اللي هيحصل في المستقبل، عشيرة العصر الجديد هتكون مدينة لك بواحدة. بيتفاجئ ليو من كلامه وبيقول بكل استغراب: اتبع تعليماته؟ وما الذي يخطط قائد عشيرة العصر الجديد لامتلاكه من الزنزانة السرية في المنطقة البرية؟ وبيقول القائد وهو بيدخل الزنزانة: هيا بنا